السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الغديوه ديالي اللي غاديه تكون فيها اللوبيا والحوت مقلي وشلاضه مغربيه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. البيضه اللي كنكونوا مفزقينها ليله من قبل، والكميه كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. عندي واحد جوج مطيشات محكوكين، واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الحك، وعندي قزبر ومعدنوس مقطعين، وعندي شويه ديال الثومه محكوكه، وعندي الزيت البلديه. وبالنسبه للتوابل عندي التحميره، شويه الخرقوم، البزار، الكمون والملحه كتبقى على حسب الذوق. كنزيد ليها مطيشه محكوكه، وكنزيد معلقه ديال مطيشه الحك، وكنزيد ليها الربيع والثومه والتوابل اللي عندي، وكنزيد شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نزيد الماء القياس الكافي اللي غادي طيب فيه اللوبيا، وكنسد عليه الكوكوط وكنحطها كطيب. اللي كنكون غسلتها من قبل وعصرت عليها الحامض، وغادي ناخذ شويه ديال الملحه والكمون والبزار وغادي نرشها بها. ويمكن لكم تزيدوا حتى القزبر يابس حتى هو كيجي فيها زوين. انا ما بقاش عندي هنايا. ومن بعد غادي ندوزها في السميده رقيقه اولا الفينو، وغادي نقليها في الزيت اللي كيكون سخون من قبل، ونرجع معكم.
الغديوه ديالتنا ديال نهار اليوم اللي شاركت معاكم: الميرله مقليه واللوبيا البيضاء والشلاضه بمطيشه والخس والبصله والخيار. نتمنى الغديوه ديالتنا تنال الاعجاب ديالكم، والله يدومها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. واللي عجبو الفيديو ديال اليوم ما ينسانيش من لي لايك، واللي اول مره كيشاهد القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. ومع السلامه، فيديو جديد.